السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوصفة ديال اليوم تحلية باردة سهلة اللي كتجي بنينة بزاف، وانا متأكدة الا جربتوها غتبقاو ديما ديروها، حيت انا شخصيا عجبتني. اللون جا فيها زوين، داك الميلونج ديال الكوك مع ماء ديال الزهر والنكهة ديال البرتقال، جا لوغو صراحة خطير وزوين بزاف وسهلة وكتوجد في 10 ديال الدقائق. المهم ندوزو للطريقة ديال التحضير. هنايا كنحتاجو القشور ديال البرتقال، قطعتهم هنايا طريفات صغيورين رقاق، حيت غادي ندير منهم واحد شويه في داك الخليط. وجدته الاول، درت يطرو ديال الحليب وبيضة و40 غرام ديال السكر ومعلقة كبيرة ديال عفوا 2 معالق كبار ديال النشا ديال الذرة و60 غرام ديال جوز الهند المبشور. صافي تنخلط هنايا كلشي مزيان. هنا غادي ندير اللوز باش نزين التحليه. تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو، انا هنا اختاريت اللوز. غادي نحمرو، وهنا هاد القشور ديال البرتقال ما سيبتهمش، قاديتهم وفيهم غادي ندير الخليط. هنايا درت معلقه كبيره ديال ماء الزهر ودرتها على عافيه مهيله، ومع استمرار في التحريك، يعني ما خصكمش تحبسوا نهائيا، حيت عندنا تما النشا ديال الذره باش ما تكتلش. كيخصك تستمري في التحريك حتى كيعقد الخليط على هذا الشكل هذا تقريبا. صافي هنايا راه بدا تيعقد الخليط، غادي نطفي عليه. الخليط ها هو واجد على هذا الشكل هذا. صافي تنبقى نعمر هذوك القشور ديال البرتقال، تنعمرهم. هنا راه عمرات لي 4 ديال القشور البرتقال وشاط يعني درت في كيسان واحد اخرين، يعني كتعطي كميه لا باس بها، كتعطي كميه مزيانه. صافي هنا كنزينهم باللوز وغادي ندخلهم للثلاجه يبردوا. شتيو الشكل ديالهم كي كيجي رائع، والمذاق يا سلام. صافي هنايا غادي ندخلهم يبردوا في الثلاجه. وهاد التحليه ديالنا وجدات بارده بنينه فعلا، كتستحق التجربه، سهله وسريعه دغيا كتوجد. وما بقى ليا غير نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر، وبالصحه والراحه.